عمرها ما انفصلت عننا. الأغنية عايشة في كل تفاصيل حياتنا، بتعبر عننا وبتشكل مساحة كبيرة في أفلامنا. تعالوا نعيش مع الأغاني القديمة والجديدة في الأفلام من أغاني الأفلام. من وادي الشحرور في قرى عبدة بجبل لبنان وصلت لينا الشحرورة صباح. أهلا بكم حلقة خاصة عن شمس الشموس صبوحة. ولدت جانات جرجس فغالي في 10 نوفمبر عام 1927 في وادي الشحرور بجبل لبنان، واشتهرت بجانات الشحرورة نسبة إلى عصفور الشحرور اللي اشتهر بيه الوادي ولجمال صوته. في إحدى الحفلات المدرسية اللي شاركت فيها الصبوحة أعجب بصوتها قيصر يونس وكيل أعمال المنتجة آسيا، وبعد اقتناع المنتجة آسيا بصباح تم التعاقد مع صباح على 3 أفلام مقابل 150 جنيه في الفيلم الأول وبتزداد تدريجياً. وبالفعل نزلت صباح وأسرتها ضيفة على المنتجة آسيا في القاهرة لتبدأ صباح مشوارها الفني. تعرفت صباح على أشهر الصحفيين في ذلك الوقت، ومنهم علي أمين ومصطفى أمين وإحسان عبد القدوس اللي تبنوا موهبتها وقدموا لها الدعم الفني. تم إسناد تدريب صوت صباح وتلحين أغانيها للمطرب رياض السنباطي لتقدم عام 1945 فيلم القلب له واحد. لما مثلت الفيلم ده كان عمرها 18 سنة، ثم توالت أعمالها الفنية وانطلاقها نحو النجومية في التمثيل والغناء. تعرفت صباح على كبار الشعراء ومن ضمنهم مرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي، وقدمت معاهم أروع الأغاني اللي تخطت 3000 أغنية ما بين إذاعة وحفلات خارجية وأغاني أفلام. حصلت المطربة صباح على لقب المطربة الأولى 5 مرات وفقا لاستفتاء الإذاعة، كما تعتبر صباح ثاني مطربة عربية بعد السيدة أم كلثوم التي تغني على مسرح الأولمبيا في باريس. لحن لصباح كبار الملحنين ومن ضمنهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، كمال الطويل، فريد الأطرش، ومحمد الموجي ومحمد سلطان وبليغ حمدي اللي لحن لها يانا يانا وعشقة وغلبانة من فيلم كانت أيام. جمعت الفنانة صباح ما بين موهبة الغناء والتمثيل، ومثلت حوالي 85 فيلم وشاركها البطولة كبار النجوم والنجمات، ومن أشهرهم فيلم شارع الحب أمام العندليب عبد الحليم حافظ عام 1958، وفيلم الرجل الثاني أمام رشدي أباظة في نفس العام، وفيلم الأيدي الناعمة أمام الفارس أحمد مظهر عام 1963. الفيلم من إخراج أحمد يحيى، وقدمت فيه الشحرورة مجموعة من أنجح أغانيها ومن ضمنهم أغنية ساعات ساعات كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ولحن الموسيقار جمال سلام. عشقت صباح عالم الجمال والأناقة والأزياء والموضة، وكانت دايما بتقول أتمنى لو خسرت ثروتي لا أخسر جمالي وأناقتي. تزوجت صباح عدة مرات، ورأت أن بعضهم استغل شهرتها وثروتها لأنها كانت عندما تحب تعطي بدون تفكير. أنا هنا يا ابن الحلال من كلمات العبقري صلاح جاهين من فيلم العتبة الخضراء. صباح إمبراطورة الأغنية اللبنانية ده عنوان الكتاب اللي صدر عن الفنانة صباح عام 2003 من تأليف الكاتب روبير أبو ديب. وفي رمضان 2011 قدمت الفنانة كارول سماحة مسلسل درامي عن قصة حياة الشحرورة صباح. امتد النشاط الفني للشحرورة صباح من عام 1943 لعام 2009، حيث قدمت مجموعة من أجمل أغانيها مع المطربة اللبنانية رولا سعد. وفي 26 من نوفمبر عام 2014 رحلت عن عالمنا الشحرورة والأسطورة صباح.
الحزن والفرح بنغني، في اللقا والفراق والحب والاشتياق، وحتى في الخيانة والوفاء بنغني، في مناسباتنا واحتفالاتنا، في عشقنا لوطننا بنغني، وبتغني معنا الأفلام. استنونا الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من أغاني الأفلام.